السلام عليكم، يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن تجربتي الكامله مع المراجعات النهائيه لمستر رضا الفاروق، وهل هي تنفع للشخص اللي كان مذاكر من اول السنه ولا للشخص اللي ما فتحش المنهج من اول السنه. طيب اولا بس هتتكلم عن حاجه، دي الكتب بتاعت المراجعه النهائيه. دي كانت المحاضره الاولى والثانيه، ودي كانت المحاضره الخامسه وسته، مكتوب فوق 5 و6، ودي كانت المحاضره الثالثه والرابعه، وهو بيبقى في بوكلت كده للامتحانات، ودي المحاضره السابعه والثامنه والتاسعه، وكانت برضو واخده المراجعه النهائيه بتاعت التربيه الدينيه. فانا اهو مجربه المراجعه دي 100%، وهقول لكم تجربتي كلها معاها. اولا انا ما كنتش مذاكره حاجه في العربي خالص، كنت مذاكره غير الوحده الاولى نحو بس، بتاعت همزه القطع والف الوصل. تمام. فلما سمعت ان مستر رضا الفاروق عامل مراجعه، صراحه انا طبعا عارفه مستر رضا الفاروق، كنت متابعه معاه في سنه ثانيه ثانوي، بس انا ما كنتش باخد دروس. تمام. فالمراجعه دي الوحيده اللي انا اشتركت فيها في العربي. طيب انا هقول لكم تجربتي مع المراجعه دي بكل مصداقيه. اولا قبل بس ما ابدا يعني اتكلم، عايزاك تعمل لايك للفيديو ده لو انت بتتفرج من غير ما تعمل لايك ليه انا عندي امتحان وقاعده والله العظيم بصور لكم الفيديو ده، علشان لقيت ان مستر رضا الفاروق منزل مراجعه نهائيه، وفي ناس كتير جدا بتسال عن تفاصيل المراجعه، فقلت ايه يعني انا افيدكم بما اني انا حضرت المراجعه النهائيه كلها. بصوا دي بس كتب المراجعه النهائيه. الكتب دي على فكره كافيه جدا. انا عملت فيديو عن كتب المراجعه النهائيه ده انا حليتها، بس انا اول حاجه حليت الكتب دي مع مستر رضا الفاروق، وبعد كده حليت كتب خارجيه بحيث ان انا اختبر برضو. لازم يا جماعه ان انتوا بتتابعوا مع اي مدرس ان انتوا تحلوا كتب بجانب كتاب المدرس ده، علشان تعرفوا انتوا ماشيين صح ولا لا. لان في مدرسين صراحه بيكونوا حاطين اسئله سهله، فانت تيجي تحل تقول لا ده انا جامد جدا في الماده دي، بس لما تيجي بعد كده تحل يعني اي كتاب تاني ما تعرفش تحل. خدوا بالكم من الجزئيه دي. اولا انا كنت بسمع كل محاضره مستر رضا الفاروق بينزلها، هي كانت عباره عن 9 محاضرات، كل محاضره بسمعها بذاكر كل التفاصيل اللي فيها وبحل الواجب بتاع المحاضره. تمام. لحد ما خلصت ال9 محاضرات كاملين، وحرفيا مستواي اتحسن مليون في الميه. يعني انا كنت داخله المحاضره دي ما اعرفش غير واحده الاولى نحو، بعد المحاضره دي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل مستر رضا الفاروق قدرت ان انا احل في العربي. طيب تعالوا بقى بينا نتكلم عن كل فرع في العربي بيذاكر ازاي من تجربتي الشخصيه. انا مش شرط يعني من مراجعه ولا اي حاجه، هقول لك انا كنت ازاي بذاكر كل فرع وبتعامل مع كل فرع وانا باجي احل معاه. اول حاجه الصراحه كانت اسهل حاجه بالنسبه لي في المذاكره هي النحو، لان النحو هي عباره عن قاعده بطبقها، دي بالنسبه لي ما كانتش بتوجه لي اي صعوبه. مستر رضا الفاروق بجد بيحل الجزئيه دي جدا. لو انت ما تعرفش اي حاجه في النحو، المستر رضا الفاروق هو بيشرح، حتى بيقول لك علامات الاعراب اللي هو انت اصلا يعني المفروض تكونوا خدها، اللي هو مثلا منصوب بالفتحه مجرور بالكسره والحاجات دي، فكل حاجه حرفيا بيقولها. طيب ده بالنسبه للنحو. النحو صراحه هتبقى اسهل حاجه هتواجهك لو انت فعلا فاهم القاعده، هتعرف تحل اي سؤال. طيب بالنسبه للقراءه، عشان دي مشكله ناس كتير جدا بتيجي تحل قراءه وبتلاقي نفسها بتغلط في اسئله كتير. طب يا جماعه خدوا بالكم من اللي انا هقوله لكم ده كويس جدا. صحصحوا معايا كده، نبعد بس الكتب دي، صحصحوا معايا. اولا وانت بتحل القطعه هتلاقي في اربع اختيارات. تمام. كلنا عارفين الجزئيه دي. هتلاقي بقى ايه؟ هتلاقي في اجابه غلط اصلا مالهاش علاقه بالقطعه ولا ليها علاقه بالسؤال، يعني اجابه كده محطوطه اللي هو شكل بس. تمام. وبعد كده هتلاقي 3 اجابات، واحده بقى هي الاجابه الصحيحه، واجابتين بقى معلومتين صحيحتين. يعني انت مثلا قطعه بتتكلم على علم، هتلاقي مثلا في الاختيار بيقول لك العلم نور. طبعا سبحان الله العلم فعلا نور، بس مالهاش علاقه بالقطعه. يعني انت بتختار الاجابه ليها علاقه بالقطعه، هو هيجيب لك معلومتين صحيحتين بس مالهمش علاقه بالقطعه، فتاخد بالك لان فعلا انت بتختار، هتقول طب انا اخترت دي، ما هي صح بس هي مالهاش علاقه بالقطعه، هي فعلا صح بس مالهاش علاقه بالقطعه، فخد بالك من الجزئيه دي عشان هو بيلعب معاها كتير جدا. كمان عايزه اتكلم على التعبير، عشان التعبير في ناس مستهتره بيه جدا اصلا ما بتذاكرش تعبير وفاكره نفسها صحفيه. فانا بقول لكم يا جماعه ركزوا على التعبير، لان والله التعبير ده درجاته مضمونه جدا، فما تضيعش اصلا يعني درجات تافهه انت ممكن تستغلها. انت بتكتب موضوع تعبير، حسن خطك على قد ما تقدر، وابعد عن الكلمات اللي انت مش عارف تكتبها. يعني مثلا وانت بتكتب تقول مثلا يتلألأ المتلألئ في اللؤلؤ مثلا، يا جماعه انت مش عارف تكتبها بتألفها ليه؟ يعني انت مش عارف دلوقتي بتكتبها ليه؟ فانت يعني حاول تكتب كلمات انت تعرف تكتبها علشان ما تغلطش، عشان هو بيركزوا يا جماعه على الغلطات النحويه والغلطات الاملائيه وكمان علامات الترقيم، فخد بالك من الجزئيه دي كويس قوي. كمان حاول ما تطلعش بره نطاق الاطار بتاع الصفحه، علشان بيخلي الصفحه مش شكلها لطيف. حسن خطك على قد ما تقدر، لان ده بيدي انطباع للمصحح وهو بيعلم، فخد بالك من الجزئيه دي. يا جماعه بالنسبه بقى للقصه، دي القصه اللي احنا اصلا معتبرينها ما بتضافش للمجموع، مع انها يا جماعه بتضاف للمجموع وهتمتحن عليها وكمان ممكن تجي لك مقال. القصه نتعامل معاها ازاي؟ انا هقول لكم تذاكر القصه ازاي، بعيدا بقى عن القصه المكتوبه وحفظ بقى والكلام ده وطه حسين والكلام ده. انا كنت بسمع القصه كانها فيلم، والله العظيم كنت بشغل قصه طه حسين وانا بسمعها. انا بذاكر يا جماعه، دي مذاكره، انا داخل عليك انا قاعد بذاكر القصه اللي في المنهج. فانا كنت بسمع القصه على شكل قصه فعلا، يعني حتى قصه الانجليش كنت بسمعها الاقي قصه تقريبا اعمال عظيمه، كنت سامعه الفيلم كامل بتاع القصه ده، بحيث ان انت بتفهمها وبتكون مستوعبها اكتر متخيلها فتعرف تجاوب اي سؤال. فالقصه اسمعها كانها قصه. تمام. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب في الشانل عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم على طول، وكل النصايح وكل الحاجات دي تكتبوا كومنت بالكليه اللي انتم نفسكم تدخلوها. وما تنسوش كمان صلوا على النبي في كومنت، ورمضان كريم ان شاء الله تحققوا كل اللي انتم بتتمنوه. بس كده، اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وباي باي.